أهلا وسهلا بكم في لقائنا الجديد من برنامجكم كلام للقلب من الكتاب المقدس. واليوم بنعمة الرب راح تكون حكايتنا عن الحرية. الحرية اللي هو مطلب إنساني، مطلب لكل كائن حي على وجه الأرض. حتى الكائنات الحية ما تقبل أنها تفقد حريتها لما ترفض أنها تكون في الأقفاص أو تكون مقيدة بسلاسل في مكان ما، فما بالك بالإنسان. والإنسان اللي دا يناضل من أجل حريته في كل شيء، ونشوف شعوب اللي دا تحارب من أجل أن تنال حريتها وتعيش بحرية. لكن شنو هو تعريف الحرية؟ شنو هو تعريف الناس للحرية؟ ناس تقول أن أنا حر، أقول اللي أقوله، آكل اللي آكله، أشرب اللي أشربه، وأتكلم مع الناس اللي أحبهم، والناس اللي ما أحبهم ما أتكلم معهم. يعني هي مجموعة اختيارات، أنا حر في اختيارها. أنت تحكي صح، هذا مفهومك، وكل واحد من عندنا عنده مفهوم خاص بالحرية، يختلف من إنسان إلى إنسان، من ثقافة إلى ثقافة. والإنسان اللي يدور على الحرية واللي لا زال يدور على الحرية معناها أساسا هو فقد الحرية واللي يدور عليها. وللإنسان الحر تاريخ مكتوب أيضا في الكتاب المقدس. ونتكلم عن الإنسان الأول آدم، اللي الله خلقه على أحسن صورة وخلاه بالجنة حتى يعملها ويصونها، وانطاه مطلق الحرية أنه يعمل كل شيء في الجنة. حتى تسمية الحيوانات كانت بإرادته وبسيادته على الحيوانات. الإنسان كان عايش بحرية، حرية الأولاد في البيت، حرية البنين في البيت، وكان يعمل كل شيء بتناغم مع الله، لأن كان ماشي بحسب كلام الله وهو حر في كل شيء. إلى أن صدق بالوهم اللي إبليس أوهمه، إنه إذا كان يعرف مثل الله رح يصير إنسان كامل. وهذا الشيء اللي خلاه يفقد الحرية ويسقط في الخطية. ومن يومها صار التعب والألم والحزن يرافق للإنسان في كل معيشته على وجه الأرض، وحتى نسله اللي هو إحنا البشر لليوم دا نعاني من التعب والألم والمرض، وفي كل صور من الصور الحزن والكآبة اللي دا نعيشها كبشر، والتعب اللي دا يصير في كل يوم في حياتنا. ننشد ذلك اليوم اللي راح نعتق بحرية من هاي الأمور كلها. فسؤالي، هل أنت حر أم لا؟ هذا هو السؤال اللي كان مفروض أنا أسأل نفسي. حرية اللي أنا أعرفها، هل هي حرية حقيقية أم أكو حرية ثانية تختلف عن اللي أنا أعرفها؟ بحسب الكتاب المقدس مرة من المرات إجوا ناس آمنوا في يسوع المسيح، وصار الكلام مع يسوع المسيح عن الحرية. وبالكتاب المقدس يحكي لنا عن مجموعة من الناس آمنوا في يسوع المسيح، إجوا حتى يتكلموا عن الإيمان وعن الحرية في هذا الموضوع. وكان الحوار داير بيناتهم بحسب إنجيل يوحنا إصحاح 8. رح نقرأ على مسامعكم. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم، لم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. آمين. الكلام واضح ورسالة واضحة. الحرية اللي فقدها الإنسان إنه صار عبد للخطية، عبد للعادة السيئة، عبد للكذب، عبد لأي شيء ليست من وصايا الله. وسؤالي هو، إذا كنت أنت حر، ليش تشعر بالذنب لما تعمل شيء خاطئ؟ ليش تشعر بحزن لما تعمل الخطية؟ معناته أنك أنت لا زلت عبد للخطية. والإنسان اللي هو
مستعبد من الخطية أو مدمن على الخطية محتاج إلى التحرير. يسوع المسيح يعطيك الحرية ويعتقك من هالخطية ومن قيود الخطية ومن قيود إبليس. بحسب الكلام اللي صار بين يدينا، الناس آمنوا لكن إيمان عقلي، وهو اتكلم بكل الحق. إذا عرف الحق الكتابي راح يتحررون من الخطية، وإذا حررهم الابن اللي هو يسوع المسيح راح يكونون بالحقيقة أحرار. وهم قالوا لم نكن مرة من المرات احنا عبيد لأحد، احنا ذرية إبراهيم. وهو كمل وقال لهم اللي يعمل الخطية هو عبد للخطية، كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. والكلام كان موجه لهم ان هم عبيد للخطية، وهم كذابين لأنهم كانوا أسرى في إيد البابليين والآشوريين. وفي الوقت اللي هو ده يتكلم معهم كانوا عبيد للرومان. ومو بس هذا، ورفع الفكر عن الحرية بتعريف أشمل وأعمق، إنه كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. فأنتم مو أحرار، أنتم عبيد للخطية. وهو ده يقول إن حرركم الابن، والتحرير اللي يجي من الابن ولما أنا أؤمن فيه وأجي له بقلب مليان حزن، مليان كآبة ومليان تعب، وأقول له يا رب محتاج أتحرر، محتاج أتحرر من القيود اللي علي، محتاج أتحرر من الخطية. ثق، إذا رفعت صوتك للسماء هو يسمع وهو راح يستجيب. إذا كنت صادق في دعواك أنك تريد تخلص من العبودية وعبودية والثقل الخطية. هاي الرسالة كانت لنا اليوم، أن الحرية هي في شخص المسيح. إذا كنت تؤمن فيه راح تنال الحرية، وإذا ما تؤمن فيه أقول لك للأسف راح تبقى مقيد. لقاءنا يتجدد بنعمة الرب في الحلقات القادمة. أترككم برعاية الرب ونعمته. آمين.